السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، جديد مع حضراتكم. يا رب الجميع يكون بألف خير وصحة وسلامة يا رب. النادي الأهلي النهارده كان عنده تدريب الساعة 4:30 استعدادا لمباراة مازيمبي يوم الجمعة اللي جاية الساعة 10 بتوقيت القاهرة. لقاء العودة في سيمي فاينال دوري أبطال أفريقيا، ولقاء الذهاب اللي انتهى يوم السبت اللي فات 0-0 في الكونغو. النهارده مارسيل كولر شدد على اللعيبة كلها وحرص على اللعيبة كلها على ضرورة المباراة. وشفنا التصريح بتاع احمد عبد القادر، قال لك اللي فيه اصرار كبير من اللعيبه كلها على تحقيق الفوز وحسم التاهل للمباراه النهائيه، ومن اجل اسعاد الجماهير عايزين نحقق اللقب. جماهير النادي الاهلي هي التي تمثل الدافع الاكبر لتحقيق البطولات. شفنا كمان التصريح بتاع المدير الفني لفريق مازيمبي، المدير الفني السنغالي لامين نضاي مدرب مازيمبي الكونغولي. قال لك لو انتم مفكرين ان الموضوع انتهى بالنسبه لنا وتم القضاء علينا تبقى غلطان. قال لك كرة القدم هي كرة القدم ولا أحد يفوز فيها مبكرا. قال لك أعلم أن لاعبي فريقي قادرون على تحقيق ما تسموه معجزة. قال لك سنقاتل حتى النهاية وسننجح بالتأهل للنهائي وأنا أثق في ذلك. مباراة يا جماعة بعد ما انتهت المباراة الأولى 0-0 في الكونغو، مباراة العودة مباراة صعبة جدا. النتيجة نتيجة عبارة عن فخ. النتيجه يعني مش مطمنه لاي حد. النادي الاهلي عايز اقول لك ان الضغوط هتبقى على النادي الاهلي اكتر. النادي الاهلي يعني فريق مازيمبي هيكون جاي يلعب وهو ما عندوش اي حاجه يخسرها. فرقه مازيمبي هتبقى جايه حاطه في دماغها اللي هي عايزه تكسب الاهلي، عايزه تحرج الاهلي قدام 50,000 متفرج. فبالتالي هيكونوا نازلين هي اعصابهم هاديه، فالضغوط هتبقى على النادي الاهلي. طيب، وطالما اتكلمنا على مارسيل كولر، يعني انا بس عايز اقول للناس اللي بتجيب كلام رحيل مارسيل كولر ده بتجيب الكلام ده منين؟ شفنا اللعيبه كلها وشفنا الاستعدادات بتاعت اللعيبه وكل اللعيبه جاهزه. تمام. مين بقى يشارك او مين ما يشاركش او مين يخش في القايمه ده حاجه بترجع لمارسيل كولر. طيب، الجماعه اللي طلعوا يتكلموا على رحيل مارسيل كولر، في بعض الاعلاميين وقال لك ايه؟ قال لك ممكن لا قدر الله في حال خروج الاهلي من دوري ابطال افريقيا نشوف رحيل مارسيل كولر. انا بس عايز اقول له حاجه، يعني انت بتجيب المعلومه دي منين؟ يعني ايه المصدر اللي عندك بتخليه تتكلم بقلب جامد كده ان انت لا قدر الله مثلا في حال خروج الاهلي مارسيل كولر بيمشي؟ هل مثلا انت في دماغك ان الامور في الاهلي بتمشي كده؟ هل انت شايف ان الوضع في الاهلي بيمشي كده؟ بصوا يا جماعه، يا ريت جمهور الاهلي في الفتره دهيت ما تركزش مع الاعلام. يا ريت جمهور الاهلي في الفتره ديت ما تركزش مع الاعلام، لان انت هتلاقي كلام كتير بتبدا من بعد مباراه الزمالك. كلام كتير جيت عملت مباراه مازيمبي في لقاء الذهاب، عملت تعادلت وعملت مباراه في المقبول. الكلام بدا يخف شويه. من يومين اتكلمنا على موضوع الحملات والرعاه والكلام ده، علشان انت عندك مباراه مع مازيمبي يبدا الكلام يكتر. فالناس اللي طالعه تقول لك ممكن نشوف رحيل مارسيل كولر، يعني انا معاك ان في مارسيل كولر في الفتره الاخيره يعني كان مثلا الاداء مش حلو. بعض اللعيبه مش في الفورمه. اي بني ادم بيحصل له اخفاق، اي بني ادم في ظرف من الظروف او في اوقات بيحصل له اخفاق. مارسيل كولر ممكن مثلا يكون عنده بعض الحاجات اللي هي ايه، عناد شويه في التشكيل. يخرج مثلا لاعب من القايمه، يدخل لاعب ما اعرفش ايه، لاعب ما يلعبش. انا معاك في الفتره الاخيره كده، لكن يعني مش هقيس عليها بقيه بقيه الفتره بتاعته. او مثلا مش هقيس على الفتره ديت اللي الراجل لا خلاص كده يمشي، او الراجل مثلا ايه اللي هو لو خسر بطوله افريقيا همشيه. لا، في عهد كابتن محمود الخطيب احنا شفنا مثلا كان عندك لاسارتي، وجي بعد كده ريني فايلر، جه بعد كده موسيماني، جه بعد كده سواريش، جه بعد كده كولر. فالموضوع كتير، الموضوع فيه مدربين كتير. فالامور ما تتاخدش كده في الاهلي. الامور ما تتاخدش كده في الاهلي. وفي بعض الاعلاميين طلع يقول لك في حال رحيل مارسيل كولر حسام البدري هو المدير الفني للاهلي. برضه يا جماعه انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟
يعني ايه المصادر والمعلومات اللي عندكم اللي انتوا جايبينها عشان تتكلموا بقلب جامد كده؟ مين قال لك ان مارسيل كولر لا قدر الله في حال خساره بطوله افريقيا هيمشي؟ برضه اخرها لسه امبارح استاذ مهيب عبد الهادي قاعد وبيتكلم يقول لك ايه، هل ممكن نشوف امام عاشور رايح التعاون السعودي؟ هل ممكن الاهلي يقبل العرض بتاع امام عاشور؟ ممكن مثلا لو الاهلي طلب 10 مليون العرض يتقبل؟ يعني ايه اللي مخليك برضو اللي انت تتكلم كده؟ وليه بتجيب سيره امام عاشور؟ وليه ما جبت سيره زيزو مع ان التعاون السعودي طلع وقال لك مفيش نيه اللي انت تتعاقد مع امام عاشور او زيزو؟ يعني هم بتوع التعاون السعودي اتكلموا على الاثنين، لكن مهيب عبد الهادي هو حاطط امام في دماغه من ساعه ما امام عاشور مضى في الاهلي. يعني هم بيلعبوا في دماغ امام عاشور من ساعه ما مضى في الاهلي مع المجلس الجديد اللي لما جه قال لك ايه، تعالى اما نحاول محاوله. وطلع امام عاشور وقال لك في برنامج رامز ان ميدو هو اللي كلمني وما اعرفش ايه، لكن هو كان خلاص الراجل مضى مع الاهلي. وبعدين يا جماعه الراجل ماضي مع الاهلي 5 سنين، انت جاي تكلمه بعد ما هو لسه، يعني الراجل لسه ما جابش سنه. يعني الراجل ماضي في الاهلي 5 سنين، الراجل لسه ما تم السنه وانتوا عمالين تتكلموا وتلعبوا في دماغ الراجل. طب خلي مثلا الكلام ده لما يكون مثلا اخر 4 سنين، يعني مثلا اخر سنه لما يكون مثلا لاعب بقاله 4 سنين وجاي، ممكن ايه تسال السؤال ده. لكن برضه يقعد يلف يقول لك ايه، طب ممكن مثلا نشوف امام عاشور خارج الاهلي؟ هل الاهلي مثلا يستفاد من خدمات امام عاشور ولا يستفاد منه ماديا؟ فطول ما انت بتخش على مباراه مهمه ومباراه حاسمه بتلاقي الكلام ده يكتر، سواء في عقود لعيبه خارجه او لعيبه جايه، مدرب هيمشي لا مدرب مستمر. فطول ما انت بتخش على مباريات مهمه بتلاقي الكلام ده. تبدا بقى من حملات الرعاه، المقاطعه، لا تعالى نتكلم على اللعيبه، تعالى نضرب مثلا اي حاجه في المدرب، اي كلام يتقال علشان الجمهور يطلع وراه، علشان زي ما قلت لك قبل كده اللي هو ضرب استقرار الفريق. طب تعالى مثلا نقول له ان انت عندك الزمالك عنده ايقاف قيد، يقول لك لا مش بتاعتي. يعني نادي الزمالك جاله النهارده خطاب الصبح ايقاف قيد. مره تانية قال لك النهارده الصبح تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الاربعاء الموافق 24 ابريل خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يفيد بايقاف قيد ايقاف النادي عن سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب. كام يا عم الحاج؟ قال لك 2.4 مليون يورو. طب تعالى يا جماعه اتكلموا في الحاجات ديت؟ لا. طيب حلو، عندك مثلا نادي الاسماعيلي فك القيد. الاسماعيلي كان عنده مستحقات وكان عنده ايقاف قيد بسبب المستحقات المتاخره لفخر الدين بن يوسف. الاسماعيلي فك القيد. يعني في نادي فك القيد وفي نادي جاله ايقاف قيد. طب اتكلم في اي حاجه من الاثنين دول، يقول لك لا انا اتكلم في الاهلي واتكلم على امام عاشور. ليه؟ لان الناس هتتفرج عليا اكتر، الناس هتشوف البرنامج بتاعي اكتر. هو خلاص بقى عارف، يعني تحس ان مفيش الا الاهلي هو لوحده اللي شغال، الاهلي هو لوحده اللي بيلعب. فبالتالي او الاهلي هو لوحده اللي عنده لعيبه تقعد تتكلم على جاي لها عروض ومش جاي لها عروض. عندك فرقه عملت ايقاف قيد، عندها ايقاف قيد تتكلم عليها؟ لا. عندك فريق عارف يفك القيد يتكلم عليها؟ لا. لكن هو حاطط الاهلي في دماغه. فجمهور الاهلي، يعني اكيد جمهور الاهلي هو واعي للكلام ده كويس وعارف الكلام ده كويس. ما تحاولش ان انت تسلم ودنك للاعلام، لان الاعلام عمرك ما هتلاقي الاعلام في موقف زي ده يقف مع الاهلي. عمرك ما هتلاقي الاعلام في موقف زي ده يقول لك مثلا ان الاهلي هو الممثل الوحيد، يقول لك مثلا الاهلي بيمثل مصر، طب تعالى ما نقف معاه، طب تعالى مثلا ما يعني ندي دفعه على الاهلي، نتكلم على الاهلي بطريقه ايجابيه في موقف زي ده وفي ظروف زي دي. مستحيل. هو لازم الكلام ده. فطبعا هو ده اكل عيشهم، وده حاجات ديت معروفه من سنين. طيب ومارسيل كولر قاعد، يعني سواء الراجل ان شاء الله اخذ بطوله افريقيا وهو مستمر مع الاهلي، لا قدر الله خسر بطوله افريقيا ومستمر مع الاهلي، علشان بس ايه ما نقعدش نتكلم كتير. طيب الاتحاد الافريقي النهارده اعلن عن المشكله بتاعه نهر بركان واتحاد العاصمه.
بصوا يا جماعه، الناس بس اللي هي ايه، ممكن يكون في ناس ما كانش عندها فكره عن الموضوع. كان المفروض يوم الاحد اللي فات اتلعب مباراه في الكونفدراليه سيمي فاينال، اتحاد العاصمه يستضيف نادي البركان المغربي. المباراه نادي البركان وهي رايحه المطار ومعاها التيشيرتات بتاعتها ومعاها الحاجه، التيشيرتات بتاعتها اتمسكت في مطار الجزائر، والسلطات في الجزائر رفضوا ان هم يدوا لهم التيشيرتات بتاعتهم، وقال لك ان ديت ممنوعه وما اعرفش ايه، عشان عليها ايه خريطه صحراء المغرب والقصه دي. والموضوع اخذ دور يعني جانب سياسي شويه. والاتحاد الافريقي قال لك ان ديت التيشيرتات بتاعتهم وبقى لهم 3 4 سنين بيلعبوا بها ومفيش اي حاجه. حتى كمان الوداد راح قبل كده الجزائر لعب بها وكان عليها نفس الصوره، وقال لك لا ده حاجات سياسيه وما اعرفش ايه. الاتحاد الجزائري خدها بجانب سياسي، وان الحاجات ديت يعني ممنوعه وصدروا التيشيرتات وقال لك لا هتحطوا عليها لزقه، وبعد كده ايه هنعمل لكم تيشيرتات تانية العبوا بها. والفريق نهضه البركان قال لك لا، لا اما نلعب بالتيشيرتات بتاعتنا اللي هي المعتمده من الاتحاد الافريقي اللي بقالنا سنين بنلعب بها، لا اما ما نلعبش. والموضوع خد ايه الجهات المختصه والقصه دي، وفرقه نهضه البركان قامت راجعه تاني المغرب، ما لعبوش والماتش ما اتلعبش. طيب النهارده الجماعه في الاتحاد الجزائري واتحاد العاصمه لما قال لك جالهم كده خبر ان الاتحاد الافريقي هيعلن ان المباراه في صالح نهضه البركان، لان نهضه البركان هو المجني عليه. انا جايب التيشيرتات بتاعتي ورايا وجاي ان انا العبك، انت عملت معايا الحاجات دي، خدت مني تيشيرتات وصدرت وما اعرفش ايه والقصص دي. طيب ففي الحاله ديت فريق نهضه البركان هو المجني عليه. فاتحاد العاصمه لما لقى الموضوع هيبقى كده اما قدم استئناف، فالاتحاد الافريقي قال لهم الاستئناف بتاعكم اترفض، وبناء عليه الاتحاد الافريقي اعلن ان المباراه فوز نادي البركان 3-0. اصبح مطالب ان اتحاد العاصمه يروح يلعب المباراه يوم 28/4 هيلعبها في المغرب، مطالب اللي هو يكسب 4-0. الموضوع يا جماعه اتاخد عند شويه، والموضوع فريق اتحاد العاصمه هو اللي دفع الضريبه، يعني اتحاد العاصمه هو اللي شال الليله. فينا يعني الناس كلها طالعه بتغلط اتحاد الجزائر اتحاد العاصمه. الموضوع اخدوها عندي شويه وسياسه ان لا الصحراء المغربيه ما اعرفش ايه والحوارات دي. طيب الاتحاد الافريقي قال لك ان فريق نار البركان التيشيرت ده بتلاقي لعبوا بيه من 3 4 سنين والتيشيرت معتمد ومش من حقك ان انت تعمل الحاجات ديت، وبناء عليه نتيجه الماتش 3-0 لنادي البركان. طيب من المفترض بقى ان في الايام اللي جايه اللجنه المختصه هتطلع مجموعه قرارات في الملف ده في خلال الساعات اللي جايه. يعني بالبلدي كده اتحاد العاصمه هو اللي شال الليله. اتحاد العاصمه بقى خلاص الموضوع انتهى، اتحاد العاصمه بقى مطلوب منه اللي هو يروح يلعب مباراه العوده وهو خسران 3-0. اتحاد العاصمه يعني هو خد الموضوع عندي شويه، كان ممكن يفكر بطريقه اذكى من كده، ان انا حامل اللقب البطوله ديت، ان انا يعني انا مش شايف ان الصوره ديت او الرسمه على التيشيرت بتاع نادي البركان عامله اي حاجه. لا انا العب اكسب على ارضي، اروح هناك اتعادل اكسب ايا كان، المهم ان انا يعني حتى لو انا طلعت كاتحاد العاصمه ابقى مثلا طالع وانا ايه لعبت الماتشين وحصل عنده ظروف، لكن تطلع بالمنظر ده وانت حامل اللقب ده حاجه يعني انا من وجهه نظري شايف ان اتحاد العاصمه هو اللي حاسب على المشاريب وهو اللي شال الليله. فالاتحاد الافريقي خلص الليله دي كلها وقال لك خلاص، يعني عشان بس ايه ما نقعدش نتكلم كتير، القرار 3-0 لفريق نادي البركان. هنشوف بقى في مباراه العوده هل هيقدر فريق اتحاد العاصمه اللي هو يتفوق على نهضه بركان في قلب المغرب ولا لا. المباراه اللي جايه برضو يا جماعه مباراه العوده هتبقى صعبه جدا، وهتبقى في يعني مشاحنات من الجمهور بتاع المغرب يعني حاجه زياده. ده كان كل اللي معانا النهارده، اشوفكم على خير فيديوهات تانية ان شاء الله. السلام عليكم.